السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا داعمين الأوتوماتيك عشان إيه؟ عارفين حضراتكم لازم ندعم. طبعا ممكن نعلق شوية ونشوف الضغط أخباره يوصل فين. يعني بسم الله ما شاء الله داخلين ايه؟ داخلين في 7 بار. المفهوم يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه، المفهوم في موضوع الضغوط سهل جدا ويسير. طبعا دي ترومبه، ركز معايا، دي ترومبه ماشيين اهو مع بعض كده على الترومبه، ومن الترومبه على الموتور المناول على المتناول خارج الموتور الثاني شيك بلف عليه عشان الحمل كله يبقى الناحيه دي كده، تمام؟ عشان المكان ده كده مظبط زي ما هو. سؤال بقى بيطرح نفسه، غالب الناس تقول لي احول على الترومبه الموتور ما يفصلش والميه تبقى ضعيفه. المواتير يا جماعه مش بالكبر. يعني واحد يقول لك ايه، انا هجيب موتور 3 حصان، المواتير مش بالكبر. يعني لما تجيب مثلا عندك 1 حصان ما ترموش، ترميه ليه؟ تجيب له واحد مناول زيه نفس الشكل بتاعه، مش نفس الشركه نفس الشكل بتاعه، هيشتغل معاك زي الفل. المواتير يا جماعه مش بالكبر، ماشي؟ مش بكبر الموتور تضغط، لا، بمفهوم كيفية ان انا اكيف المكان على الضغط اللي عندي والنظام اللي عندي. غالب الناس بتشتكي الترومبه ما بتفصلش، الموتور يجي عنده الترومبه ويسخن يفضل معلق، افضل اوطي واعلي، لا، لازم مناول. خلاص المناول بالنسبه لنا بقى شيء النهارده كده زي ما يكون حاجه مفروضه علينا، تمام؟ طبعا الميه الحلوه تفصل اكيد، يعني الميه الحلوه بتاعتنا تفصل ان شاء الله. بس بنتكلم بنقول ايه؟ انا النهارده عندي موتور 1 حصان هيناول 1 حصان، هيديني بفضل ربنا سبحانه وتعالى طلع معايا الكام؟ لغايه 7 بار. تجربه تانية عشان نقفل الفيديو. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، تمام؟ مفهوم الضغوط يا جماعه، كل مكان له نظام، كل مكان له ترتيب، له حسابات، له نظره. عندي مواتير ايه، اقدر اشغل ايه، اقدر اعمل ايه، اركب ازاي، اسستم الشغل ازاي، تمام؟ عشان توصل معاك ان شاء الله لبار ممتاز 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 باذن الله، تمام؟ وكل كلامنا الحمد لله بالفيديوهات، كل كلامنا مش مرسل، كل كلامنا بالفيديوهات، يعني موثق كل شغلنا بالفيديوهات. ناس كتير جدا سالتني برضه، كنت قاعد بتكلم على سوس الدعم بيقول لي فين البلالين؟ بلين كانت جوه القفص من جوه، والناس كلها شاطه في البلين. مفيش حاجه اسمها موتور غير بلين، مفيش حاجه اسمها في الدنيا اي حد يخدعك يقول لك انا مشغل الموتور باوتوماتيك من غير بالونه، بيخدعك وبيخدع نفسه، تمام؟ وانا مستعد، قلنا الكلام ده قبل كده، مستعد اروح اصور في اي مكان مع واحد مركب اوتوماتيك من غير بالونه، وانا على الصفحه اهو هنعمل في بث مباشر، واقول لهم يا جماعه الراجل ده على حق وانا على باطل، فعلا مشغل الموتور باوتوماتيك من غير بالونه وشغال صح، تمام؟ انا مستعد كده. بس معانا على الترومبه ما شاء الله لغايه 7 بار باذن الله سبحانه وتعالى. طبعا على الترومبه بموتور واحد استحاله يجيب معاك اكتر من 3.5، يوم ما شد وجبت 4، تمام؟ وطبعا مش هيكفي البيت بسم الله ما شاء الله اكبر عنده 8 ادوار، تمام كده؟ بقت الحمد لله ايه، الدنيا بقت فل الحمد لله، تمام يا الحاج؟ تمام. مبسوط ان شاء الله؟ ان شاء الله يا فندم. والعمليه نجحت بفضل ربنا سبحانه وتعالى. بارك الله فيك وربنا يجازيك خير امين ويجعله يا في رب، ميزان حسناتك. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. دايما يا جماعه نقول عندنا حنفيه تصفيه اساسي، علشان لما اجي اعمل صيانه اقفل محبس الخارج بتاعي. ما كانش عندي محبس خارج، عملت محبس خارج، تمام؟ لازم اقفل محبس الخارج عشان ما اصفيش العماره كلها في الشارع، واهدر ميه ربنا النعمه الجميله في الشارع او في المجاري. حرام عليكم تعمل محبس عدم رجوع الخطوط كلها، تقفل الخارج، تمام؟ وتقفل الداخل، يبقى انت على قد تصفيه الحبه اللي في البالونتين، شكرا في جردل او 2 بكتير، وتظبط بلالينك والحمد لله. احسن سيستم في الدنيا، تمام؟ وان شاء الله نجيب سيف جارد باذن الله، وانا مركب سيف جارد اللي هو 30 امبير ان شاء الله باذن الرحمن، هنصور وربنا يبارك بفضل الله. والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.